مرحبا، ويسعد كل اوقاتكم. ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه يا رب. اليوم حبايبي رح اقدم لكم طريقه عمل البرازق بطريقه بسيطه وسهله وناجحه 100%، وان شاء الله رح تنال اعجابكم. بس قبل ما نبلش تحضير الوصفه بدي منكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد بنزله. بنقول بسم الله، بنروح على المقادير وطريقه التحضير. عندي هون 3 كاسات وربع طحين وكاسه وربع سمنه. السمنه بدها تكون بحراره المطبخ، ما بدها تكون سخنه او سايخه. مثل ما ملاحظين السمنه طريه. خلط السمنة مع الطحين لحتى يتجانسوا منيح. بضل عم ادعكها لحتى يختفي كل الطحين. هلا هيك جهزت معي، بدي احطها بالبراد تقريبا شي ساعة. هلا هون عندي كاسة سكر ونص كاسة مي. عندي كمان ربع كاسة قطر. القطر بيعطيه لون حلو للبرازة وبيخليه قرمش. بحركهم كتير منيح ليدوب السكر. حبايبي مثل ما ملاحظين داب السكر هلا، والعجينة طلعتها من البراد. بس طلعها بتكون قاسية شوي، بدعكها لحتى تطرى. بعدين بضيف عليها الخليط تبع السكر والمي والقطر، وبضيفه على مرحلتين وبلش اعجن. بس ما بدي اعجن كتير، بعجنها لتتشرب المي كلها. هلا هي رح تكون طرية كتير بعد ما نضيف لها المي، بس ما تخافوا، بس تحطوها بالبراد بترجع بتتماسك. رح نحطها بالبراد تقريبا نص ساعة ونجهز السمسم. عندي هون 3 كاسات سمسم، انا حطيت عليهم فستق حلبي، هي اختياري، فيكم تحطوا فيكم ما تحطوا. وعندي كمان معلقتين سكر بودرة. بحرك السكر مع السمسم. كمان بضيف معلقتين قطر. القطر بده يكون جامد. بضيف القطر وبضلي عم بحرك بايدي. بدي اياهم يتجانسوا مع بعض منيح. هلا ضفت معلقه مي وبضل عم بفركهم بايدي تقريبا شي 3-4 دقايق لحتى يتجانسوا كتير منيح مع بعض. هلا هيك مثل ما ملاحظين تماسكوا مع بعض ودبقوا. هلا بدي بلش بتشكيل القراص. حبايبي طلعتها من البراد، ببلش كورها لقطع صغيره. طبعا قرص البرازق بده يكون كتير صغير حجمه. باخد قطعة من العجينة وبرجعها على البراد مشان تضل متماسكة. إذا غلبتكم بالتشكيل فيكم ترشوا شوية طحين على الطاولة وتشكلوها. هلا بعد ما كورتهم بحطهم بالفستق الحلبي. بعدين بقيمة من الفستق الحلبي وبضغطها ضغطة أو ضغطتين بس على السمسم. السمسم دغري بيعلق بالقرص لأن دعكناه منيح مع القطر والسكر. بشكل القراص بصفهم بالصينية. بدي احطهم بالصينية كتير قراب على بعض، إذا كانوا بعاد عن بعض بيحترقوا أطرافهم. مثل ما ملاحظين شلون عم حطهم كتير قراب على بعض. خلص تشكيل كل الكمية وبرجع لكم للمرحلة اللي بعدها. حبايبي شكلت كل الكمية وصفيتهم بالصواني. هلا بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسط، شغال من تحت ومن فوق. تقريبا بتاكل 15 دقيقة بالفرن، كل شوي انتو بتراقبوها على حسب الفرن اللي عندكم. هي شكلهم بعد ما خلصت شويهم طلعتهم من الفرن.
كلياتهم لون واحد، ما شاء الله منظر بشهي. حبايبي رح اكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد بنزله، وصحتين وعافية.